في قصة كل أهل الصعيد يعرفوها كويس، حكاية ست بتظهر بالليل اسمها أم الصبيان. بيقولوا إنها ست من الجن، وشها مشوح وعيونها مكانهم مش موجود، كأنهم حفرتين. بتتنقل بين البيوت قبل الفجر وبتلف حوالين الأوض تدور على طفل نايم لوحده. اللي يشوفها وهو صاحي ما ينطقش، لأن صوتك وقتها مش هيرجع لك. وبيقولوا إن في ست شافت ضل ست طويلة جنب سرير ابنها، افتكرت إنها بتتخيل لحد ما سمعت صوت نفس حد بيشم الطفل، وبعدين حد بيضحك بصوت واطي كأنه طفل صغير. في اليوم اللي بعده الطفل صحي صوته رايح وعيونه خايفة، ومن ساعتها ما بينطقش ولا بينام لوحده. لو لسه بتسمعني تابعني أو اشترك في القناة، اللي جاي أقوى. الناس في القرى لحد النهاردة بيقفلوا الشبابيك بالليل ويحطوا ملح حوالين سرير الأطفال، بيقولوا إن ده بيمنعها من الدخول. لو حسيت بخيال بيعدي جنبك وانت نايم ما تفتحش عينك، هي بتحب اللي يبصلها.